السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض احلى صينيه بطاطس بالكفته كده، وحبه رز كده وحبه سلطه، بس صراحه خطيره. جربوها يا جماعه، هيعجبكم قوي. يلا نشوف نعمل ايه مع بعض. اول حاجه انا معايا هنا الكبه بتاعتنا هنا عشان نفرم فيها الكفته بتاعتنا. وبعد كده عندي الرز غسلاه ومصفاه من الميه خالص، ومعايا هنا شعريه، ومعايا هنا نص كيلو من اللحمه حمراء، ومعانا البهارات بتاعت الكفته. انا هعملها كفته، انا هعمل النهارده كفته. بصي، انا حاطه فيها كمون وفلفل اسود وسبع بهارات وقرفه وجنزبيل وبابريكا وسكر وملح، من كل حاجه معلقه صغيره، وبهارات لحمه. ماشي، انا حطاها. وكمان حاطه كمان الكيس ده. طب انت ليه حاطه الكيس ده طالما انت حاطه بهارات؟ الكيس دوت طعمه حلو قوي، بيخلي الكفته فيها طعم المدخن كده. شفت انتوا الطعم المدخن؟ حلو قوي الكيس ده، حلو قوي، جربوه هيعجبكم قوي. وحطيت هنا معلقه بيكنج باودر. هو الكيس ده فيه معلقه واحده هحطها. ومعايا هنا بصلتين كبار فرماهم زي ما انتم شايفين كده، وهفرمهم تاني في قلب الكبه عشان يدينا عرق كده. ومعايا هنا طماطم طازه. ومعايا هنا بطاطس عشان هعمل صينيه بطاطس بالكفته. ومعايا نفس البهارات اللي احنا حطيناها قبل كده، اللي هي كمون وفلفل اسود وبابريكا وسبع بهارات وكده. كل البهارات اللي قلنا عليها قبل كده هي من كل حاجه معلقه صغيره. وبصل وفلفل مقطع حتت صغيره كده، وقلب المرقه، ومعلقتين كده سمنه، والزيت بتاعنا. خلاص. اول حاجه اعمل ايه بقى؟ انا اول حاجه هجيب الكبه بتاعتي عشان احط فيها كل اللحمه زي ما انا قلت لكم. احط فيها نص كيلو لحمه والبصل والبهارات وكيس الكفته. كل حاجه احطها، والتوابل وكل حاجه، وهضربها علشان تعمل معايا عرق كده، علشان ما تفكش منك. طب انا ما ينفعش اطحنها كده وخلاص بايدي، او اضربها بايدي كده وخلاص؟ لا، هتفك منك. لكن لما نضربها في قلب الكبه كتير، بتعمل زي عرق كده، وبتمسك في بعضها، زي بتعمل زي ايه، زي عروق كده. فبتمسك في بعضها، عمرها ما تفك منك في قلب كفته، ولا تفك منك في اي حاجه. انا هضربها كده. واحتاجت كمان بعد ما ضربتها، احتاجت 4 معالق من البقسماط الناعم. ما عندكيش بقسماط ناعم، حطي كيس فشطار اهو. ادي البقسماط اهو، حطي كده حوالي 4 معالق، وهطحنها تاني عشان ايه تمسك معايا، عشان انا ما صفيتش الميه هنا. وما صفيش الميه عشان الميه دي طعم حلو قوي للكفته. وادي خلصتها اهوت، وجبت معايا 4 معالق من الزيت عشان اكورها. يعني هعوز ايدي كده زيت، وهكور كده. انا هعملها زي كور كده، بتبقى حلوه قوي. انت عايزه تعمليها زي الصوابع كفته كده، نفس الشكل الكفته اعمليها. بس انا عشان احطها في صينيه بطاطس بتدي منظر حلو قوي، الكور دي بتبقى حلوه قوي. ما تكتريش يعني، ما تخليش الكوره تخينه قوي، عشان احنا حاطين فيها بيكنج باودر. هتنفش معاكي وكده. خلي في المعقول يعني، صبعها في المعقول. طب انا ما عنديش كبه، اطحنها ازاي؟ اي مطحنه عندك بتاعت بهارات، بتاعت الخلاط العادي. حط حته حته كده، حته حته يعني، كل حته صغيره كده. وخلص كل كميه، هتطلع نفس النتيجه يعني. خلاص، انا كده خلاص هخلص كل الكميه. انا هدنك هكور كده زي ما قلت لكم قدامكم كده كام واحده، وانا هخلص الكميه بعدين. خلاص هخلص كل الكميه، هرجع لكم تاني. خلاص، انا كده خلصت كده نص كيلو. بصوا بيديني قد ايه كميه حلوه قوي. انا في الوقت ده بقى حطيت بقى صينيه كده على البوتاجاز اسخنها عشان اشوح فيها الكفته بتاعتنا كده، هديها زي صدمه. حطيت كده حبه زيت ومعلقه سمنه كده. لازم ادي اللحمه بتاعتي صدمه. ما ينفعش ان احطها كده يعني زي ما هي نيه كده في قلب صينيه البطاطس على طول، لا. انا اديها هنا صدمه الاول. خلاص، انا ولعت كده على النار متوسطه، مش عاليه قوي ولا واطيه قوي، في المعقول. خلاص، هي كده تعتبر سخنت معايا. احط بقى ايه الكور بتاعتي كده واحده واحده كده، اقوم حطاهم كلهم اهيت. جربوا بس نفس الطريقه ديت، هتعجبكم قوي والله العظيم يا جماعه، خطيره والله، ولا واحده قعدت. بسم الله ما شاء الله، طعمها تحفه قوي. انا دينك احط كده كل الكميه. واهم حاجه يكون جنبك كده معلقه، وما تسيبيش كده يعني انت حطيتي كده وتسيبيها، لا. ده في ثواني ثواني الا ثواني كده، بتتحمر في ثانيه. خلاص. خلاص كده انا خلاص كده كل الكميه. وهقلب بقى ايه تقليبه بالراحه كده، هتلاقيه كله بقى معاكي حلو.
بس اهم حاجه احطها زي صينيه تيفال كده علشان ما تلزقش معانا. بصوا ما بتلزقش خالص يعني. لو احنا مكناش حاطين الاربع معالق اللي هو الفشيطار او اللهم صل على النبي البقسماط كانت لزقت. هنا بقى البقسماط او الفشيطار بيمتص الميه اللي في الكفته. بصي بقت جميله ازاي، مفيش حاجه لزقت اهيت. هذا انا بحمر فيها كده شويه لحد ما ايه اداك خلاص كده بقت تمام. انتوا حابين تاكلوها كده مع مكرونه حلوه قوي، عايزه تحطها في الفرن بنفس الطريقه كده حطها في الفرن حلوه، بس على النار كده ما بتاخدش وقت صراحه يعني. طب انا حابه اعملها كده واحطها جنب مكرونه. خلاص اعملها زي كده وحمرها زي ما قلت لك كده، وحطي نص كوبايه ميه وغطيها، واما تلاقي الميه اتشربت خلاص استوت معاكي وقدميها مع مكرونه. انا كده خلاص حمرت كده كل الكميه، وبعد كده هشيلها بقى في طبق كده علشان هعمل بقى ايه صينيه البطاطس في نفس الصينيه. خلاص يعني خلي الكفته اعمليها في نفس الصينيه اللي انت هتعملي فيها البطاطس. انا كده هزود بقى ايه معلقه السمنه، انا قايله لكم معلقتين سمنه الاول. انا كده هي فيها كده زيت وفيها سمنه، انا هحط معلقه سمنه بس. وبعد كده احط بقى البطاطس بتاعتي عشان برضو هشوحها، مش هشوحها كتير يعني، هي دي بس ايه زي صدمه برضو، علشان الحركه دي لما بتعمليها بتدي طعم البطاطس حلو قوي. ادي كده هداني برضو اقلب فيها، قلبيها علشان برضو ما تلزقش، بس ان شاء الله مش هتلزق علشان احنا عاملينها في صينيه تيفال. عندك ألمونيا اعملي في الألمونيا عادي، بس ادهنيها زيت وبعد كده سخنيها، وبعد كده لما يسخن معاكي حطي الكفتة بتاعتك وبعد كده البطاطس. خلاص انا ده نقلب فيها زي ما انتوا شايفين كده. خلاص انا كده في الوقت ده بحط بقى ايه البصل والفلفل بتاعنا عشان برضو نشوحه مع بعض مع البطاطس، بتدي طعم حلو قوي. ولو انت عندك طماطم فريش اعمليها بطماطم فريش بتدي طعم حلو قوي. ما عندكيش عندك طماطم في الفريزر حطيها تبقى جميله برضو مش وحشه. انا حطيت كده معلقه السكر كده عشان تتكرمل معايا بالبطاطس تدي طعم حلو قوي. البهارات مش هحطها خالص دلوقتي بعد ما الطماطم تتسبك معانا وتبقى حلوه كده. البهارات خليها اخر حاجه. وبعد كده في الوقت ده خلاص انا هحط كده الطماطم الفريش بتاعتي اهي. وبعد كده خلاص انا ده هقلبها تقلبتين كده وازودها حبه ميه، وبعد كده هسيبها تستوي. طب انت ليه ما حطيتش الكفته معاها؟ لا انا مش هحط الكفته خالص دلوقتي، انا هحط الكفته لما تخش على السوا، عشان الكفته بتاعتي خلاص هي كده فيهاش يعني هي مستويه معايا يا دوبك، بس انا هحطها بس تدي غلوتين في قلب البطاطس عشان تدي طعم الصلصه فيها وخلاص على كده هطفي عليها. لكن احطها من دلوقتي اللحمه بتاعت الكفته ممكن تفك منك وممكن تتهري قوي مش هتبقى لها طعم. فخلاص خلي الكفته دلوقتي ما تحطهاش دلوقتي خالص. على بال البطاطس تستوي معانا هعمل معاكم الرز مع بعض كده. احط كده حبه زيت وبعد كده احط معلقه سمنه كبيره، دي معلقه السمنه اتبقت من المعلقتين. وبعد كده خلاص احط الشعريه، اهم حاجه برضو على نار وسط علشان ايه الشعريه ما تتحرقش مننا. انا هدني كده اقلب كده برضو ايدك فيها كده برضو على نار وسط عشان ما تتحرقش منك. انت بقى في الوقت دوت لو عندك اي سلطه اي حاجه حبيت تعمليها اعمليها جنبها. انا برضو هجيب سلطه وهعملها. خلاص انا داني كده ايدي مستمره كده في التقليب. ادي كده معانا البطاطس كده هي غليت اهيت. خلاص انا برضو هقلب كده تقليبتين في الشعريه، وهروح للبطاطس برضو هديها تقليبه. برضو مش هحط دلوقتي خالص الكفته. اهم حاجه ايدك في البطاطس عشان ما تلزقش. خلاص انا كده هدن اقلب كده الشعريه عشان ما تتحرقش معانا، وبرضو ايدك هنا وايدك هنا خلي بالك. طب انا ما عنديش لحمه عشان اعملها كفته كده، عندي فراخ.
نفس ما عملنا اللحمه اعملي الفراخ، افرمي اللحمه الفراخ كده في قلب الكبه، ونفس الخطوات اللي احنا عملناها اعمليها بالفراخ، هتطلع تحفه. او انا جربتها قبل كده برضو بالفراخ، كانت خطيره. ما توقفيش يعني في اي حاجه، كل حاجه يعني بتنفع. خلاص انا كده خلاص البطاطس اهي دخلت في السوا، انا قلبت اهوت. في الوقت ده بقى وطي النار خالص علشان الطرطشه بتاعه البوتاجاز وكده. في الوقت ده احط بقى البهارات. انا في الوقت ده بقى خلاص احط البهارات، كل البهارات اللي احنا قلنا عليها، وبعد كده اديها تقليبه كده مفيش ثواني كده، اقوم حاطه قلبين المرقه. خلاص كده زودنا بقى اي حبه ميه واغطيها. وبعد كده بقى نشوف الرز بتاعنا. خلاص انا كده حطيت حبه ميه كده، ما كتريش، انا حطيت كده حبه ميه علشان لما اجي احط الكفته بتاعتي تدي مع بعض تبقى حلوه يعني. غطيها بس مده 5 دقايق كده، وبعد كده ايه هنحط الكفته. خلاص الشعريه خلاص كده قربت تتحمر معايا. برضو في الوقت دوت اقوم حاطه برضو قلبين مرقه، وبعد كده احمرهم برضو مع الشعريه، تدي طعم حلو قوي للرز. خلاص احط كده قلبين المرقه. جربوها ان شاء الله هتعجبكم قوي. انا صراحه الكفته ديت ما بعملها والله ما بتقعد ولا واحده، وكل شويه يتخانقوا عليا يقولوا ماما اعملي منها تاني، ماما اعملي منها تاني. حلوه قوي، وصراحه بتشجع الاطفال تاكل، واعمليها لاولادك كده ان شاء الله هتعجبهم. في الوقت ده خلاص انا هحط الرز كده برضو، اداني كده اقلب كده، سيبيه كده دقيقتين كده، اقعدي شوحي فيهم برضو. لما تشوحي الرز مع الشعريه كده قبل ما تحطي الميه، بتدي كده ايه الرز كده فلفله ويبقى حلو قوي. اما حاجه اسقيه ميه بتغلي برضو، ميه يكون بتغلي كده، وبعد كده احط كده حبه ملح عشان الحدق بتاعنا ما تحدقهوش. شوفي الحدق كده الاول لما تسقيه من الميه او الشوربه، لو عندك شوربه اسقيه. شوفي الحدق كده، لو حلو خلاص، لو عايز ملح حطي. انا عشان ما عنديش شوربه حطيت قلبي مرقه وهزوده بميه سخنه. وبعد كده اشوف الحدق بتاعي، لو احتاج ملح هحط ملح. خلاص اهم حاجه كتريش ميه عشان ما يتعجنش منك. الميه تغطي بس الرز كده زي ما انت شايفه كده. انا اشوف الحدق كده لا هو خلاص تمام كده حلو قوي، مش هحط ملح تاني. خلاص انا هغطيه بقى على ما اشوف بقى البطاطس بتاعتنا. خلاص ادي البطاطس اهيت. انا في الوقت ده بقى احط الكفته، هديها تقليبه كده، اقوم حاطه الكفته بتاعتي. يا دوبك بس الكفته هتغلي كده غلوتين 3 كده في قلب البطاطس تكمل سواها وخلاص. بتدي طعم حلو قوي للبطاطس، وكمان كيس خلطه الكفته اللي احنا حطيناها مديه طعم مدخن كده تحفه قوي. طب انا ما عنديش خلطه كفته، خلاص حط البهارات اللي احنا قلنا عليها في الاول، وبعد كده احط كده حبه ملح وخلاص. لو احتاجت قالب مرقه حط قالب مرقه، حبه تحطي ملح حط حبه ملح. خلاص ادي الرز اهوت غلي معايا، هديه تقليبه كده، وبعد كده هوطي النار علشان يستوي معانا. في الوقت ده خلاص لقيتيه يشرب، وطي النار خالص. خلاص انا كده خلاص غطيتهم كده. انا بقى على ما الرز يستوي والكفته بتاعتي اقوم ايه بقى عامله حبه سلطه. عندي كده طماطميتين خيار، عنديش انا خضره، عندي كابوتشا وفلفل. ادي خلاص قطعتهم كده، وكان عندي جزرايه بشرت جزرايه كده طعم حلو قوي. انا عندي كده سلطه الكابوتشا حطيت فيها يعني، ما عنديش خضره. خلاص انا كده الرز بتاعنا استوى والبطاطس كمان استوت والسلطه جهزت معايا. هغرف بقى الاكل وهرجع لكم تاني. خلاص انا كده عبيت كده الرز بتاعي، وعبيت البطاطس بالكفته، وعبيت كمان السلطه. خطيره يا جماعه، خطيره وطعمها في الخيال والله العظيم، طعمها حلو قوي 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 قوي. جربيها.
لو جربتها بنفس الطريقه كده ان شاء الله هتعملها كل يوم لاولادك، وان شاء الله مش هتبطلي نفس الطريقه ديت، وهتعجبك قوي قوي قوي. خلاص يا حبيب قلبي، لو عجبكم بقى صينيه البطاطس والرز بتاعي كده والسلطه، اللي مشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.